السلام عليكم. لو بصيت على خريطة مصر هتكتشف إننا كلنا عايشين على جزء مش مكمل 10% من مساحة البلد والباقي كله فاضي. إزاي بلد بحجم مصر وتاريخها الكبير وعدد سكانها اللي مقرب على 110 مليون نسمة تسيب أكتر من 90% من أراضيها محدش عايش فيها؟ هل الطبيعة هي اللي فرضت ده ولا في أسباب أعمق وأكبر من كده؟ أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. مصر مساحتها تقريبا حوالي مليون كيلو متر مربع. ده رقم كبير جدا، بس لما تبص على توزيع السكان هتلاقي إن أغلبهم متمركزين حوالين نهر النيل والدلتا اللي بيمثلوا حوالي 7% بس من مساحة البلد. يعني فعليا كلنا عايشين في شريط ضيق حوالين نهر النيل وباقي المساحة تقريبا شبه مهجورة. السبب الأساسي إن الطبيعة هي اللي فرضت كده. أغلب مساحة مصر عبارة عن صحراء. عندك الصحراء الغربية اللي مليانة بالكثبان الرملية والهضاب، والصحراء الشرقية اللي وعرة جدا وتضاريسها صعبة، وحتى سينا اللي أغلبها جبال وصخور. ده غير إن المناخ مش مساعد. درجات الحرارة هناك عالية جدا والمطر قليل وما عندناش أي أنهار تانية غير نهر النيل. المصري القديم وأي حد جه بعده كان بيلاقي نهر النيل مش بس مصدر للمياه، لكنه كمان كان بيخلي الأرض اللي حواليه خصبة، فبقى هو المكان الطبيعي للحياة. زمان قبل ما يبقى فيه سدود أو أي تنظيم للمياه المصريين كانوا بيعتمدوا على فيضان نهر النيل. الفيضان ده كان بيغطي الأرض بالطمي الأسود واللي كان بيخلي الأرض خصبة جدا، وعشان كده المصريين زمان سموا بلدهم كيميت واللي معناها الأرض السوداء. كل الحضارات القديمة زي الفراعنة كانوا متمركزين حوالين نهر النيل. المدن الكبيرة زي منف وطيبة وأسوان كلها كانت جنب نهر النيل، لأنه كان المصدر الرئيسي للمية والزراعة وحتى التجارة. زمان التجارة بين المدن كانت بتتم عن طريق نهر النيل لأن التنقل على المية أسهل بكتير من المشي في الصحراء. وفي الحاضر دلوقتي تقريبا الوضع لسه زي ما هو. أكتر من 95% من السكان عايشين على الشريط الضيق اللي حوالين نهر النيل والدلتا. كل حاجة معتمدة عليه، الزراعة والشرب والصناعة وحتى نقل البضائع. عشان كده صعب جدا إن السكان ينتقلوا للصحراء لأنها مش بتوفر نفس المميزات. ولو رجعنا لورا في التاريخ شوية هنلاقي إن الحكاية دي مش جديدة. من أيام ما الإنسان بدأ يعيش في مصر الحياة دايما كانت حوالين نهر النيل. ومع ظهور الحضارة الفرعونية الموضوع بقى منظم أكتر، والمصريين القدماء استغلوا الأرض اللي حوالين نهر النيل وركزوا كل حياتهم هناك. ولما نيجي نبص على الفترات اللي بعد كده في العصور الإسلامية مثلا هنلاقي إن نفس المنطق ده استمر. القاهرة بقت مركز الحياة كلها وكل المناطق اللي حوالين نهر النيل كانت مأهولة. وحتى بعد كده وقت الاحتلال البريطاني التركيز كان دايما على استغلال المناطق الخصبة اللي حوالين نهر النيل. الصحراء كانت صعبة جدا للاستغلال والتكلفة العالية كانت دايما بتخليهم يبعدوا عنها. لكن خلينا نفكر شوية، ليه الصحراء فاضية؟ الإجابة ببساطة إن الحياة هناك صعبة جدا. مفيش مصدر للمية والتربة مش صالحة للزراعة ودرجات الحرارة كمان عالية جدا. غير كده لو فكرت تعمل بنية تحتية زي الطرق والكهرباء والمية هتلاقي إن التكلفة ضخمة جدا مقارنة بالنتيجة اللي هتحصل عليها. في محاولات كتير اتعملت لاستغلال الصحراء زي مشروع توشكا اللي بدأ في التسعينيات. المشروع كان فكرته إنهم يحولوا الصحراء الغربية لواحة زراعية باستخدام مياه بحيرة ناصر. لكن للأسف الفكرة واجهت مشاكل كتير زي إن التربة محتاجة شغل كتير عشان تبقى صالحة للزراعة، والنقل كمان كان مكلف جدا، وعدد السكان اللي انتقلوا هناك كان قليل. ده غير المدن الجديدة اللي زي العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرهم. المدن دي اتعملت بهدف إنها تخفف الضغط عن القاهرة. لكن اللي حصل إن معظم الناس ما انتقلتش زي ما كان متوقع. وده لأن الحياة في المدن الجديدة أغلى، وكمان كتير من الناس مش بتحب تسيب الأماكن اللي اتربت وعاشت فيها. لكن برغم كل التحديات اللي فاتت مصر عندها فرصة كبيرة إنها تعيد توزيع السكان بشكل أفضل. التوسع في الصحراء مش مستحيل مع التطور التكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي. الطاقة الشمسية بقت متوفرة ودي ممكن تبقى مصدر طاقة أساسي في المناطق الصحراوية. كمان في مشاريع جديدة بتحاول تعمل تغيير حقيقي زي المدن الذكية اللي بتعتمد على تقنيات حديثة. ده غير إن استغلال الموارد الطبيعية زي المياه الجوفية والطاقة المتجددة ممكن يخلي الصحراء مكان صالح للحياة. في النهاية دولة بحجم مصر وتاريخها الكبير تستحق إنها تكون أكتر من مجرد شريط ضيق حوالين نهر النيل. الصحراء اللي شكلها مهجور النهاردة ممكن تبقى في يوم من الأيام مليانة زراعة وحياة ومجتمعات جديدة. كل اللي محتاجينه هو خطة مدروسة واستغلال حقيقي للموارد المتاحة. أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. وما تنساش تعرفنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.